في جزء من فلسطين إخوة من يعني حق الناس إلى قلوب الفلسطينيين ليس جديدا، ولكن يعني منكم العلماء ومنكم يعني المفكرين ومنكم الفلاسفة ومنكم كانت الثورة. صحيح احنا فتناكم بأكم من سنة، لكن كانت ثورتنا يعني لم تأخذ صداها، لأنه لم يكن الغرب ولا العرب يريدوا لها أن تأخذ هذا الصدى حتى لا تنتشر عدواها الحميدة إلى بقية الدول. قبل عدة أشهر من ثورة تونس المباركة كان بيجلس في هذا المكان رجل اسمه جون جينج، كان مسؤول وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين هنا، وأصبح الآن شخصية مهمة في الأمم المتحدة كمساعد بان كي مون للقضايا الإنسانية. هذا الرجل كان بيهتم بالتاريخ، فسألني أين تذهب الأمة العربية؟ قلت له الأمة الإسلامية ذاهبة إلى تغير حقيقي، لأنه قناعتي ولا زلت أقولها أن الظلم هو قرار بيستتبعه قرار إنسان بيستتبعه قرارات ربانية. أما يعني القرار متى وكيف هذا قرار رباني. أما الذي نقسم عليه أن وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، فهو الذي يهلك بالطريقة التي يراها، وهو الذي يعني يحدد الوقت والزمان. فبدأنا نتحدث في سيناريوهات كيفية التغيير. فسألني من هي الدولة المرشحة الأولى للثورة؟ قلت له أنا أقول لك ما هي الدولة المرشحة الأخيرة. فكان رأيي أن الدولة المرشحة الأخيرة للثورة هي تونس. قلت لهم آخر دولة تثور تونس. تقدير البشر، لأنه من كان يقول بأنه رحمة الله عليه وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن ينقيه من خطاياه محمد بو عزيزي يمكن أن يكون بهذه الصورة. ولذلك القرار كان قرارا من رب سبحانه وتعالى. وبعد ذلك جاء المفصل الهام في الثورات، وهو المفصل المصري، أن مصر كدولة محورية ستستنهض هذه الأمة فقط عندما تنهي إن شاء الله انتخاباتها في موعدها المحدد. وأتوقع يعني وأرجح أنه أن تتم، وحتى لو تم فيها تزوير، إن أي رئيس سيأتي لن يكون أبدا كالسابق. حتى لو جئنا فرضا وجدلا ونوع من التفكير الجنوني، إذا جئنا بمبارك مرة أخرى وحطنا لن يكون كمبارك السابق. العجلة تغيرت والدورة بدأت، وفي مرحلة قادمة لها ملامح سأوضحها لكم وأنتم يعني أصحاب خبرة وتجربة وأحباب في هذا الموضوع. إخواننا وأخواتنا، هذا الكون لم يخلق عبث. هذا الكون لما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم من اللحظة الأولى قال إني جاعل في الأرض خليفة. فاعترضت الملائكة ليس اعتراض على قرار، ولكن خوفا من الذي سيحدث، لأنه علمهم أنه سيكون فيها فساد وسيكون فيها ظلم وسيكون فيها، لكن حيكون فيها أيضا إصلاح، مشروع آخر. قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلم. نحن بدأنا نعلم ما لم يكن يعلمه الملائكة، أن الله تبارك وتعالى لم يخبرهم إلا أنه سيأتي آدم وسيكون من نسله كذا. بدأت المعركة بينكم وبين ابن علي منذ أن بدأت بين آدم عليه السلام وإبليس نعمة الله عليه. ربنا سبحانه وتعالى أكرم آدم وقال له اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتم، كل شيء، بس بدي أختبركم في موضوع الطاعة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. بس هذه الشجرة
كل شيء في الجنة إلا هذا الشيء، حتى يشوف بيطيع ولا لا. هذا مشروع الطاعة استمر. مشروع المعصية ماذا فعل؟ قال أنا خير منه. شفت عمرك شفت النوكيا اللي تقول لصانعها إنه أنا أحسن منك؟ أو السيارة تقول لصانعها أنا أفضل منك؟ المخلوق يقول لخالقه، المصنوع يقول لصانعه أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. كانت هذه التجربة أنه أخذ على عاتقه أن يأخذ برنامج المعصية، وعشان يعصي لابد أن يفسد. فجاء إلى آدم وقال له يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ كذب، لا في شجرة خلد ولا ملك لا يبلى، زي ما كان ابن علي وزي ما مبارك ما كان بيكذب على الناس. فأكل منها بعد إيش؟ بعد أن أقسم لهم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. حلف لهم إنه هو سابق، صدقوه. كانت النتيجة أن خرج آدم من الجنة خروج توبة، وخرج إبليس من الجنة خروج معصية، وبدأت المعركة في المحطة الثانية التي استمرت إلى أن ولا تزال حتى الآن بين ابني آدم الذي هما أبناء أول رجل اللي شهدوا لم يكن قبله من إنس إلا أبوهم. ماذا شهدوا؟ قدم أحدهما قربانا فتقبل منه، والآخر قدم قربانا لا تقبل منه، قال لا أقتلنك. إفساد، هذاك كذب وهذا قتل. وكانت النتيجة أنه قتل أخيه وقتل أخاه، وجاء الغراب. الغراب بالمناسبة هو الوحيد الذي يعني يدفي الموتى. جاء الغراب صاحب الشكل الأسود والهيئة يعني مش زي هيئة الإنسان، ليعلم هذا الإنسان أن دفن يعني أن يواري سوءة أخيه. استمرت هذه القصة يا إخواننا. كلما كان الناس أمة واحدة بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معه الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذه القصة تتكرر. احنا أصبحنا في الفترة الأخير كان الناس الأمة العربية بكاملهم أمة لا تساوي شيء. يعني أنا لما أسمع زوجة ابن علي عندها 1000 حذاء، طيب السنة فيها 365 يوم، عشان تلبس الحذاء يجي له الدور بدها كل 3 سنين 3 سنين مرة. طب ليش يعني؟ لما بسمع الآن أن مبارك كان عنده بيجي حوالي 200 ثلاجة مخبيهم تحت. طب هي ثلاجة واحدة بتكفي. طب يا سيدي خليهم 2 3، خلي ثلاجة في أوضة النوم وثلاجة فوق السرير وثلاجة تحت السرير، بس إيش بدك 200 ثلاجة؟ إيش بدك فيهم؟ استحواذ. الاستحواذ. ليش يأخذها الناس الفقراء؟ ما أنا نأخذها. ولذلك هذا الذي حدث ليس منبتا ولا منفصلا عن قصتنا الأولى، ويجب أن تدركوا في تصوري الإدراك الحقيقي أنها هكذا وليست الأخيرة. نحن مقبلون على مشروع إصلاح حقيقي بدأه التونسيون ثورة، وأيضا بدأه التونسيون كحكومة ورئاسة وبرلمان. الصورة الآن أنتم جايين في أي سياق؟ أنتم جايين في سياق هذه المرحلة الجديدة التي هي في المحصلة تعديل لا الصورة السابقة، تعديل كامل. كانت صورة مقلوبة والآن الصورة انعدلت. نحن مقبلون على دولة حتى ولو بقيت الحدود بينها، دولة ستمتد. والله تسكت لي الأخ اللي برا أو سكر الباب. من طرفك هذا يوسف؟ ها؟ اللي بيتكلم برا؟ ها؟ والله صحيح؟
هات والله التليفون منه، هات لي التليفون منه بس. هو يا جماعة تخيلوا هذا الكلام. احنا مقبلون على دولة سواء بقيت حدودها كما هي أو زالت بتمتد من مشارق الدنيا إلى مغاربها، يعني في كل مكان على هذه الأرض. هذا مشارق الدنيا، هي أندونيسيا والصين وروسيا، هاي مشارق الأرض. طيب نشوف إيش في أندونيسيا، في حوالي 260 مليون مسلم. طب في الصين فيها 150 مليون مسلم، 10% من عدد سكانها. وأما في روسيا فيقول إيميل توما أنه في سنة 2050 وتقدير أقل من هيك أنه سيصبح عدد المسلمين 51% في روسيا. تمام؟ هذا كلام ليس مسحة يعني. نيجي ناخذ جزء يعني قبل ذلك، نشوف الهند. الهند فيها 300 مليون مسلم، وجنبها في بنغلاديش فيها 150 مليون مسلم. وبعدين دول آسيا الإسلامية حوالي 27 دولة، وفي دول أفريقيا فيها 26 دولة. فلما تيجي تطلعوا، وفي أمريكا اللاتينية في هذا المكان بالذات، هذا الخضراء والصفراء هذه اللي هي شرق فنزويلا، في دولتين إسلاميتين، واحدة اسمها غويانا وواحدة الثانية اسمها سورينام. إذا أنت موجود في أمريكا اللاتينية، وموجود في أفريقيا، وموجود في آسيا، وموجود في شرق آسيا، وفي تواصل جغرافي عبقري. ولذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث طويل بس جميل يقول: زوى الله، أو زوى الله تعالى، هذا نص، وزوى ربي، هذا نص. الدنيا زوالية الدنيا فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منه. ذلك المشروع الإسلامي يا أخواننا ليست قصة واحدة لابسة مايوه على البحر، أو واحدة مش حاطة على رأس منديل، أو واحدة منظمة. المشروع الإسلامي ليس هذا. هو المشروع الإسلامي رؤية بين الإنسان وبين خالق الكون، وبين الإنسان وبين الإنسان، وبين الإنسان وبين الحيوان، وبين الحيوان وبين النبات، بين الشمس وبين بقية المخلوقات. هذا الكون هو وحدة واحدة، صانعه واحد. إذا في واحد بيقول لي في صانع آخر خلينا نسأله. ولذلك لما سألوا كفار زمان سألوهم هذا السؤال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. خلاص فيش يعني. لما واحد يقول والله أنا صنعت لنا، اصنع لي نفة أرض صغيرة زي هيك، أو اخلق لي بعوضة أو ذبابة يعني، أو أي حاجة. ولذلك مشروعنا هو مشروع ليس غزة ولا فلسطين ولا تونس، أكبر بكثير وأضخم بكثير بحجم الكرة الأرضية. هذه الكرة الأرضية مساحتها 510 مليون كيلومتر مربع، كلها بميتها، بكل ما فيها 510 وكسر يعني، كمان رقم بسيط. لكن الجزء الأرضي منها اليابس حوالي 148.9 مليون كيلومتر. نحن كمسلمون على هذه المنطقة 34 مليون كيلومتر مربع، نشكل 23.5% من مساحة اليابسة في الكرة الأرضية، يعني ربع الأرض تحت رجلينا. لا تنسى أنك موجود على منافذ في غاية الأهمية، وعلى مواقع لا حصر لقيمتها، زي البحر المتوسط، زي قناة السويس، زي البحر الأحمر، زي الخليج العربي، زي خليج مش عارف مين. هذه الأمة، عشان تبقى الأمور واضحة، هذه الأمة ليست الأمة العربية فقط. مكونات الدولة الأموية والعباسية والعثمانية الإسلامية وليس الاحتلال العثماني كانت بتضم العربي، وكانت بتضم بالمناسبة في الصين مملكة مراد، ملك مراد
كانت تأسس هذه سنة 100 هجري، تخيل، يعني قبل 1330 سنة كان في دولة إسلامية في الصين. وفي الصين ليش أنا بقول في 150 مليون؟ لأنه في مقاطعة اسمها سينجيانغ في المنطقة هنا، وإحنا بنسميها تركستان الشرقية، هذه كلها إسلامية. وبالتالي إحنا كعدد سكان حتى هذه اللحظة على 57 دولة 28%. لكن إذا حسبنا لهم الهند والصين واللي في أوروبا واللي في الأماكن الأخرى بنوصل ثلث سكان العالم. والسكان العالم من حوالي شهرين وصل إلى 7 مليار نسمة. فثلث 7 مليار أعتقد أنه يعني شيء يعني لا يعني. وقيمة هذا الإنسان عندما يصبح الإنسان يدرك أنه جزء من كل، وأنه أخويا في تونس، أخويا في المغرب، وأخويا في أندونيسيا، كما أن أخي أيضا، أخي في بريطانيا وفرنسا إذا كان هو أخ. أما إذا كان معتدي ما هو قابيل أخو هابيل قتل من أخيه، لكن هو يبقى هو الأخ. إذن يا أخوانا هذا الرؤية الكونية هي الجزء الذي أنتم فيه هنا. أما فلسطين بالنسبة لنا فزي اللي جايب يعني سواك بنظر اسنان بس فقط، لأنه مشروعنا أكبر من فلسطين مش مبينة على الخريطة. وحتى لو حطينا تونس يعني يمكن نشوف تونس جاي، يمكن نشوف تونس يعني بقعة. لكن لما أتكلم عن 34 مليون كيلو متر مربع وأن الأرض كلها، ولذلك هذا الموضوع كان بيستدعي أن احنا نعمل دراسة نظرية عن الفكر اللي بيسود الآن. الفكر السائد الآن محصور تقريبا في 4 كتل عدا العالم الإسلامي. الكتلة البوذية، وبالمناسبة بوذا كان رجلا محترما، بوذا كان مدرسا وكان عالما وداعيا بالفطرة، لا تسرق لا تزني لا تقتل لا. فحبوه الناس وعشقوه، ومن نشقهم له يعني عملوا فيه كما عملوا في سيدنا نوح عليه، أصحاب سيدنا نوح صوروه وبعدين عبدوا الصورة وبعدين عبدوا الصنم ونسوا تعاليمه. هؤلاء الناس مشروعهم فقط مصلحة. وين لهم مصلحة في السودان؟ أنت تشوفهم موجودين، اللي هو الصينيين وبقية الدول البوذية اللي معهم. هذا كتلة. الكتلة الثانية كتلة الهندية، فيها دولتين اللي هي الهند ونيبال. الهند ونيبال، والهند هي في الأساس هذه دولة بتعبد كل شيء يخطر على البال، الغنم والبقر والشجر والغربان وكل شيء يخطر على البال. الهند بتعبد كل شيء تعرفه في الكون بيعبدوه. فدولة لا عقيدة لها، اللي بيحكمها مصلحة. للأسف الشديد الآن مصلحتها رايحة مع الاحتلال الإسرائيلي مع الغرب. هذه الدولة الثانية. الكتلة الثالثة هي الكتلة الكاثوليك البروتستانت، اللي هم أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. وهؤلاء الناس هم الذين يحملون المشروع المعادي لنا. هؤلاء بيمثلوا إبليس ذلك الزمان في عهد آدم عليه السلام، وبيمثلوا قابيل في الجيل الثاني أمام قابيل الذي قتل هابيل. هؤلاء هم اللي حاطين في رؤوسهم وبيجيبوا لنا هذول الحكام المستعمرين الفسدة. هؤلاء اللي بيجيبوا لنا اللي بيقتلونا، هذول اللي جابوا الاحتلال الإسرائيلي، هذول اللي احتلوا كل الأمة الإسلامية بكاملها. هؤلاء مشروعهم استيطاني استعماري استحلالي، لأن هؤلاء هم اللي جابوا الصليبيين في 1099 واللي جابوا هذه الحملات، لأن في فكرهم في عقيدتهم ما يسمى بالصهيونية المسيحية واليهودية، التي تقول أن عيسى عليه السلام سيعود إلى هذه المنطقة لأنه مدفون في بيوت في أرض الكفار، فلا بد من تحرير أرض الكفار اللي هم المسلمين ليحرروا فيما يعرف بالألف سنة السعيدة. هو عيسى عليه السلام سيعود صحيح، ولكن سيصلي خلف الإمام المهدي المسلم. ولذلك هم عندهم جزئية أنه سيعود، ولكن هم يقولون أنه يعود فيجد اليهود موجودين
فيعيدهم إلى المسيحية مرة أخرى فيما يعرف يعني في الألف سنة السعيدة الجديدة يعني. تمام؟ هذا مشروع. الأرثوذكس الروس وغيرهم مشروعهم ليس له دين، ليس مشروع استيطاني ولا استعماري، مشروع مصلحة. كانوا في الأول شيوعيين، الآن رجعوا إلى لا شيء. في المحصلة هؤلاء مصلحتهم معنا، بيجوا معنا ما لهمش مشروع. الخطورة الآن موجودة بين المشروع الإسلامي وبين المشروع الغربي الكاثوليكي البروتستانتي اللي هو المعادي علينا. ولذلك هذه الحرب التي تشن علينا في هذا الإطار الكبير. هؤلاء الناس بتحكمهم فكرتين: فكرة صدام الحضارات اللي تحدث عنها صمويل هانتنجتون، وأيضا فكرة احتواء الحضارات اللي هي بتحدث عنها فوكوياما الأمريكي اللي من أصل ياباني، اللي بيقول لك إنه لا، إحنا الحضارة الحضارة الأقوى هي التي تستوعب الأقل. يعني الحيوان الأقوى في الغابة بيأكل الحيوانات الأضعف، الطائر الأقوى بيأكل الأضعف، يعني سياسة الكونتينمنت أو الاحتواء. هل هذه رؤيتنا؟ لا، احنا في الحقيقة يعني لنا رؤية مختلفة تماما. أنا أقول أنا بقول رأيي في كتاب كتبته اسمه الحقيقة الكونية الحضارات، إن شاء الله بعطيكم نسختين 3 منه لمن هو مهتم. بيدرس العلاقة بين مكونات الكون، يعني العلاقة بين مثلا شوف العلاقة بين الأرض وبين الشمس. الشمس كل يوم بتعطينا حرارة مجانا، تأخذ منا إشي، نعطيها شيء مجانا. فالشمس تتكفل لنا يوميا بهذا العطاء. فمن عنده بيعطي الأقل، وهذه سنة الإنسان الغني اللي بيعطي الفقير الزكاة. وبالتالي هذه ليست سنة شاذة، هذا اسمه التكافل. أما العلاقة الثانية، وبالمناسبة الشمس وحدة مستقلة والأرض وحدة مستقلة والقمر مستقل، بس في بينهم علاقة اسمها علاقة الولاء، الطاعة، الطاعة. احنا بنسير في الدائرة في يعني تبع الشمس. يعني احنا القمر تبعنا، موالي لنا، بيسمع كلامنا، بيلف معنا، لكن احنا من المجموعة الشمسية، فلا بد ان يكون في شيء من الولاء. وبالتالي الاستقلال في شيء من الولاء، وفي اختلاف في التركيب. يعني الارض غير القمر غير الشمس. الشمس كتلة من الهيليوم المشتعل غاز، واحنا عبارة عن الارض اللي انتم بتعرفوها. اما القمر فهو صخرة، فيش في مية ولا فيها ولا فيه. وبالرغم من ذلك هذا التعاون بين هذه المخلوقات في التكافل، تكفل الشمس لنا في التكامل. أنا بطلع ثاني أكسيد الكربون، بياخذوا النبات بيعطيني أكسجين. أنا بعطي النبات فضلات، هو بيعطيني تفاح وبيعطيني. ففي بيني وبين النبات تكامل، أنا بكمله في الجزء الناقص. وهكذا وصلنا إلى 13 علاقة من التكافل والتكامل والتتابع والسلاسة والديمومة والاستقلال وكذا إلى آخره. فإذا كانت هذه الصورة بين الإنسان والإنسان، تخيل أنت، هل يمكن أن يكون هناك فقير في الكون؟ أعتقد لا. وذلك هذه رؤيتنا الإسلامية، رؤيتنا الكونية للعلاقة بيننا وبين المخلوقات. فأنتم جايين في هذا الإطار الكبير ولا جايين تونس وفلسطين؟ إذا كانت تونس وفلسطين هذه ما فلسطين طبعا هتتحرر، ما فيش فيها كلام، حقيقة قرآنية. جايين للروم، جايين الروم. احنا جايين لمشارق الدنيا ومغاربها. بيقول وإني سألت ربي ألا، في نفس الحديث، ألا يهلك أمتي بسنة عامة، يعني بجوع، ولا يسلط عليهم من سوى أنفسهم من يستبيح بيضتهم، يعني يخرب بيت كرامتهم. قال يا محمد إني قضيت قضاء فلا يرد، فلا أهلكهم بسنة عامة. وما تخافوش عن التجيل. أخذ الأحاديث الأخرى بيقول بنفكر كنتم محاصرين. نحن لن نحاصر، لأن أمة محمد لن تموت بسنة عامة. لا أهلكهم، هذا قول ربنا سبحانه وتعالى، لا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم من سوى أنفسهم من يستبيح بيضتهم. حتى إذا اجوا هذول وأذلونا، بس الحركة التي نحن نشهدها حركة كونية،
ليست لها علاقة بتونس ولا بمصر ولا بفلسطين، هذه حركة كونية. تاريخ أمة ظلمت، العالم كله ظلم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. حتى في الآخر يبان هذه أمة مؤمنة ومسلمة وهذه أمة غير ذلك أو أمة فاسدة. ولذلك زوال إسرائيل حقيقة علمية. الآن نتكلم إلى الدكتور، بتعرف لما بنيجي نعمل إحنا هارت ترانسبلانتيشن، أنتوا فرنساويين ولا إنجليز دراستكم؟ أنا أفهم اللغتين، إحنا مش فرنسيين، إحنا نتكلم الفرنسية، إحنا عرب مسلمين. لا يعني اللغة الطبية، اللغة الطبية الفرنسية. اللغة الطبية هي الفرنسية. الفرنسية إذا أنا أقولها بالعربي الآن، أقولها بالعربي. الآن لما بيكون واحد مريض عيان قلبه تعبان، قلبه ميت خالص، يعني عنده مرض قلب، فبيجيبوا له قلب واحد سليم. هذا الجسم المريض محتاج إلى القلب السليم، لكن لما بيجوا يزرعوها لأنه نون سيلف، لأنه ليس ذاتيا، لأنه ليس مني، بألفظ. وهي سنة موجودة في كل الكون. الآن عندك بتزرع لوزة، هذا اللوزيات اعمل منها قلم، رقعة جديدة يعني. يقولوا لقمة. بتطلع من نفس، إذا ما كانتش من نفس الطراز لا تقبلها. مثلا بتزرع نوع من أنواع الحمضيات، ركب عليه أي نوع من الحمضيات بينفع، لكن مش ممكن تحط حمضيات على لوزيات ولوزيات على غيرها. وهذا الكلام لأنه هذا نون سيلف، لا ينتمي لي. هل هذا الكيان الإسرائيلي ينتمي لهذه الأمة فكرا وحضارة وثقافة ودينا لا. وبالتالي من أجل ذلك العالم كله يرفضه كما يرفض القلب الجديد في الجسم المريض. طب كيف يمكن أن يعيش القلب الغريب في الجسم المريض مدة أطول؟ لما بنديله حاجة اميون سبريشن، لما نديله مثبطات المناعة. ومثبطات المناعة كانت القذافي وابن علي وابن كلب وابن حمار جابوهم وحطوهم على رؤوسنا وخلوهم زعماء. حديقة حيوانات. اجوا حطوهم على راسنا وافسدوا كل شيء. هذه هي مثبطات المناعة. راحت هذه المثبطات، الجسم الغريب سيرفض ان شاء الله. هذا حقيقة طبية، هذا شغل أطباء. أما الحقيقة التاريخية فأعطوني حجم قبل 100 سنة، حجم الاستعمار وحجم الاستعمار اليوم. حجم الاستعمار، الأراضي المحتلة كانت الصين كلها محتلة. تخيلوا كانت هولندا كانت محتلة جزء كبير من الصين، تخيل اليابان كانت محتلة الصين. وبالتالي يعني قضية الاستعمار انتهت، لم يبقى إلا الاستعمار في منطقين، إحنا وفوكلاند جزيرة صغيرة بريطانيا محتلة. فوكلاند ما فيش فيها ناس مقاومة، ما فيش فيها هناك، لكن إحنا رافضين هذا الموضوع، لأن هذه الأرض ليست كأي أرض، هذه أرض فلسطين ليست كأي أرض. هذه النقطة الأولى. حقيقة سياسية تقول بذلك، الحقيقة التاريخية تقول بذلك، الحقيقة الطبية تقول بذلك، وأيضا الحقيقة القرآنية التي هي فوق كل ذلك. وتلك هذه القضية واضحة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم. أعتقد دخلنا في مرحلة إساءة الوجه، لأن لو سألتك، لو لاحظت الصحف اليهودية الآن تتحدث عن loss of credibility، فقد المصداقية في العالم الغربي بالنسبة لليهود. وهذه مقدمة لإساءة الوجه، ليسوء وجوهكم بعد إساءة الوجه وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة. وهذه دخول المسجد كلمة جميلة. اللي بيخش المسجد بيكون دخل العاصمة، واللي بيكون دخل العاصمة بيكون حرر كل الدولة. لأنه لما تونس سقطت، لما بني غازي كانت فيها الثورة، كانوا يستنوا طرابلس تسقط، مجرد ما تسقط العاصمة خلص بتكون الدولة كلها سلمت. ولذلك دخول المسجد ودخول العاصمة وتحرير الأرض هذه قضية أيضا قرآنية. أعتقد أن هذا الجيل سيراها إن شاء الله، ليست بعيدة. محدش يقول والله 100 سنة، هذا الناس التلفنين اللي عقولهم خربانة اللي يقول لك لسه بدنا نستنى 100 سنة و200 سنة. لا، صورة مختلفة تماما. نحن على موعد إن شاء الله مع تحرير القدس. لكن أختم بس عشان ما أطولش عليكم في قضية واحدة. أنواع الدول 5
دولة أو دولة محورية أو مركزية. هي دور الأم في البيت. يعني أنت شوف أمك أو أبوك، يعني يمكن يكون مش متعلم، مش خريج جامعة، وأنت من كل أولادك مع دكتوراه. ما هي قيمة الأب في هذا المكان؟ لا تمس بأنه والله الأولاد حصلوا على دكتوراه. يبقى الأب له قيمة وله وزن، وتبقى الأم لها قيمة ولها وزن. وقد تكون هذه القيمة ليست مرتبطة بدرجة التعليم، ولكن الأم أم والأب أب. ففي دول أم في الأمم وأب في الأمم. قيمته أنه إذا قالوا نعم. الدولة الثانية هي الدولة العضو زي الأبناء. لو تطلع الآن في الأمة العربية، أعطيني دولة مركزية أو أم في العالم العربي. مصر. مش حد ينكر هذا الكلام. ما تحررت أفريقيا إلا من مصر، وما تحرر المغرب العربي إلا من مصر، وما تحرر المشرق العربي إلا من مصر. ولما كان لما الصليبيين اجوا هان، مصر وسوريا أو الأكراد هم الذين استطاعوا أن يفعلوا. وأيام التتار نفس الشيء. مصر لا بد أن تكون مصر. فهي دولة مركزية. اليوم مصر على أعتاب رئاسة جديدة وبرلمان ملامح وصارت معروفة، وحكومة بالتأكيد حتكون ملامحها من نفس اللون. وبالتالي عندما يصبح الأب الآن فاعل وقوي وهو الذي يحكم مش أولاده الصيع، سيكون عندنا وضع مختلف تماما. هذه النقطة الأولى. الدولة الثانية العضو، هذا كل الدول العربية اللي بتعرفوها دي أعضاء، بما فيها تونس، بما فيها الجزائر، بما فيها، ولكن هؤلاء مهمين، بس الذي يقود ويحرك عادة بيكون الأب. النقطة الثالثة في الدولة القومية. يعني ما فيش غيرها. زي تركيا دولة قومية، زي إيران دولة قومية. الدولة الرابعة هي دولة التجميع. الولايات المتحدة أنتم عارفين كيف. أنا يعني بسأل أي واحد فيكم زار أمريكا، يروح على أي حي سيجد أحياء عربية كاملة بيتكلموا لغة عربية، مقايلة أبو محمد المزرعاوي في داخل أمريكا، وبيشتروا زي ما بيشتروا من تونس بالكيلو، ما بيشتروش بالحبة. للي بده يروح يشتري بالحبة وعليها بيروح. هذه دولة التجميع زي الكيان الإسرائيلي، زي أمريكا. هذه دولة التجميع. زي استراليا جمعوا لهم ناس. وهذه الدولة الرابعة هي الدولة اللي هي الصنف الخامس، اللي هي دولة التفسخ، زي الاتحاد السوفيتي لما تفسخ، وزي ما كثير من الدول تفسخت. وبالتالي نحن عندنا الدولة الإسلامية استوعبت كل مكونات الأمة. وهذه نقطة مهمة أنتم تتكلموا فيها مع نفسي. أنا لسه ما زرتش تونس، ما أعرفش إذا كان هم جاهزين لزيارة مثل هذه الزيارة. جاهزين إن شاء الله. إذا بترتبوها أنا جاهز يعني. إن شاء الله. لنقول لهم ابدأوا علاقات مع مكونات الدولة الإسلامية. مكونات الدولة الإسلامية من حيث القومية، كان الأتراك بيقودوا الدولة الإسلامية العثمانية كلها، وكان فيها الإيرانيين عضو. ولذلك الآن الذي يقول له لك سيبك من إيران هذا سنة وشيعة، طب ادرس تاريخ الدولة الإسلامية على عبر تاريخها. كان فيها السنة، كان فيها قادها تركي وقادها كردي كويس، وقادها مقدوني محمد علي، وقادها ناس أمازيغ. إذن هذه الدولة من الذي صنع هذه الفروق العربية الأمازيغية التورانية الفارسية الأفريقية الملوية؟ مين اللي صنعها؟ الاستعمار. ولذلك نحن نطالب كل الدنيا أن تقيم علاقات مع إيران ومع تركيا ومع الأكراد، لأن هذه مكونات الدولة العرقية، الإثنيك كونديشنز أو الإثنيك أوريجينز. طب كمان المسيحيين، من الذي كان يحارب مع صلاح الدين في القدس؟ واحد اسمه عيسى الطيار. عيسى الطيار كان مسيحي، ليس مو طيار، لأنه كان في المعركة كأنه يطير، ظنوا أنه لما استشهد روحه أو طار إلى السماء من كتر ما هو كان مخلصا لعقيدة. ليس هو مسيحي، لكن المسيحي في الدولة الإسلامية كان جزءا مكونا منها.
وموسى بن ميمون في الدولة الإسلامية اللي صنعها طارق بن زياد كان رئيس الوزراء، كان رئيس الوزراء في عهد الدولة الإسلامية. ولذلك نحن ليس لنا توجهات سلبية لا ضد المسلمين في هذه الدولة ولا ضد المسيحيين في هذه الدولة ولا اليهود في هذه الدولة ولا كل من هي مكونات هذه الدولة، طالما أن الكلتشر ثقافة واحدة، فكلهم صاحب. تعال تتفرج مثلا، تخيل الخيبة الكبيرة اللي احنا فيها. الأرثوذكس المصريون الأقباط يمنعوا تطبيع العلاقات بينهم وبين الاحتلال الإسرائيلي، ومفتي مصر يزور إسرائيل. تخيل أنت كيف؟ أيهما أفضل لي أنا الإنسان كمسلم؟ مين؟ الأقباط. ولذلك في الشهر اللي فات بعد وفاة البابا شنودة رحت زرت، والناس استقبلونا استقبال طيب، لأنهم يعرفوا أنه كل ما ألصق فينا ضدهم كان كذب. قالوا أنه حماس هي اللي فجرت كنيسة القديسين في الإسكندرية. شايف كيف؟ حتى يوقع بيننا وبينهم. عندما رحت هناك جمعوا كل الدنيا وجمعوا كل الإعلام ليقولوا لا، هاي حماس بتأتي وبتزور وبتعزي، وبيطلع لك واحد غبي يقول لك يعني هل في الإسلام يجوز تعزية المسيحيين؟ مش عارف يا شيخ روح على بعيد، انت وين؟ روح شوف لك شغلة غير الشغلة. ولذلك يا إخواننا يا حبايبنا، نحن نريد هذه الثقافة أن تنتشر، هذا الوعي أن ينتشر، أن هذه الرؤية أن تنتشر، لأنه نحن أمام مشروع حضاري هو بحجم هذه الأرض، بحجم هذه الأرض. لأنه ما في حدا عنده مشروع يستطيع أن يوفر للإنسان الإنسان إلا هذا المشروع. ليش احنا عندنا بالمناسبة في فلسطين هان مؤتمر الحفاظ على الثوابت. الثوابت عندنا 4. أبو مازن بيقول لك الثوابت، المفاوضات من الثوابت. الدولة الفلسطينية في عدد 67 من الثوابت. طبعا أنا بسمع هذا الكلام بشعر بالتقيؤ، يعني لأنه يعني ما فيش مشروع ولا في نيلة، يعني ما فيش يعني. الثوابت عندنا 4 لا تحابي الزمان ولا المكان، يعني مش في الجو هذا تمام وبكرة لما تتغير الظروف يصير غلط. الإنسان ثابت، حق الإنسان ثابت، لأنه اللي خلق الإنسان هو اللي بيعطينا الكتالوج تبعه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر. يعني إيش علمناهم صناعة السيارات والطيارات والبسكليتات والفسبات والشغلات في البر والبحر، المراكب، قوانين الطفو طبعا، والجو. اليوم لو قال لهم في الجو كان يقول لك هذا ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طب هذا الإنسان ما قالش ولقد كرمنا المسلمين ولا المؤمنين. الإنسان، والإنسان المسيحي أو اليهودي الغير مستعمر، أو الإنسان اللي بيعبد الصنم واللي بيعبد الحجر، لو عاملته معاملة حسنة بما يجب أن يكون عليه لاتبع دينك. وإذا عملت معاملة سيئة، يعني إذا كنت أنت زي هذا المفتي اللي يروح يزور إسرائيل، طب هي الراقصات في مصر ما طبعت علاقاتها مع إسرائيل. لعيبة الفوتبول ما حدش اجى فيهم على إسرائيل. اجى فنان واحد اسمه علي سالم معروف برزالته وسفاهته، اللي عمل مسرحية مدرسة المشاغبين. اجى زار طبع علاقاته مع إسرائيل، ما أن رجع حتى فصلته النقابة. هذا الكلام قبل حوالي 15 سنة أو 20 سنة. إذن هذا الوضع اللي احنا فيه، الإنسان هو المكرم رقم 1 بأي غض النظر مين هو. 2 الأرض، لأنه الأرض بالنسبة للإنسان هي المحرث. ولذلك وخصوصا عندنا فلسطين. مين فيكم مستعد يتنازل عن شبر من تونس؟ تونس مقدسة زي فلسطين؟ فلسطين مقدسة زي مكة؟ لا، مكة ما فيش رقم 1. القدس، لأنه هذا قدس، هذا قضية عالمية. ما فيش عندكم قدس في تونس ولا في المغرب ولا في اندونيسيا. مش هيتخلوا عن شيء. أنا بتكلم عن مسلم كمشروع وليس الجنسية. ما احنا مصيبتنا الجنسيات. مصيبتي أنا بصير أنا فلسطين وهذا تونسي، هذا فلسطين وهذا تونسي، بصير هذا وين الحدود؟ ما هي كيف أكمل بس الثوابت وأرجع لقصة هذا.
الثابت الأول الإنسان بكل حقوق، الثابت الإنسان الثاني الأرض، أرض. ولذلك يعني لو أخذوا شبر منك لابد أن تأخذه، لأنه هذا الأرض أصبحت أرض ذات ثقافة ومعينة لا تتركها لغيرها. النقطة الثالثة عقيدة الإنسان، مسلم أو مسيحي أو إيش رأيكم نستفتي على عقيدة الإنسان؟ يعني الثابت ولا مش ثابت؟ ثابت، هذا لا يتغير. حد بيجي بده يناقش، نيجي في مصر واحد مثلا يجي يقول لك ايش رايكم نعمل استفتاء في مصر على انه الاسلام دين الاغلبيه؟ حد بيسمع منه هذا الكلام؟ والله يمكن كل صلاه من الدنيا تنزل على راسه. لانه كيف هذا لا يستفتى عليه، مسلم او مسيحي او لا يستفتى على العقيده، كما ان المقدسات لا يستفتى عليه. والله لو اجى السعوديين قالوا والله احنا هذه مكه ليست يعني مقدسات اسلاميه، نرد عليهم؟ نسمع منهم؟ ولذلك 4 أشياء: الإنسان والأرض والعقيدة والمقدس. العقيدة والمقدس هذه ثوابت لا تتغير بالزمان ولا تتغير بالمكان ولا تحابي لا الإنسان ولا تحابي، هذه أشياء ثوابت. ولذلك نحن أرضنا لا نفرط فيها. لما بدأنا يذهب منا فكر الأمة، بدأ الحرب العراقية الكويتية الأولى بدأت على بير بترول. صدام قال البير البترول في أرضي، ولكن الفتحة أنتم باخذينها من عندكم. فبدأت الحرب العراقية الكويتية الأولى في 90 على اللعبة هذه. تخيلوا. طب لو افترضنا أنه في تنسيق بين العراق وبين الكويت، هل يمكن أن نختلف في على الأقل وحدة أو اتحاد أو في تعاون؟ هل ممكن نختلف في حرب على أساس البير هذا عندك ولا عندي؟ لو كانت الدولة الإسلامية زي زمان، مش كان بيقول اتركوها يعني هذه الغيمة من الصحابة فإن إخراجها سوف يأتي إليه، مش هيجي له هو، هيوزعها على الناس. وبالتالي نحن كل الخلافات بين القومية والقومية، تشوفوا والله أنا بدي واحد فيكم يجي يطلع لي طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى 3 جزر اللي بيتقاتلوا عليهم الآن الإيرانيين مع الإماراتيين، واحد يطلع لي. وأنا عندي 34 مليون كيلو متر مربع. طب هذه لو مين اللي صنع هذه القصة؟ أيام ما كان الشاه زعيم هذه المنطقة ويضربهم كليتهم وقت ما شاء، لأنه كان معتمد على أمريكا، حدش كان بيتكلم على طب الصبرة واتفقوا معه وسابوا له إياه. اليوم لما جاء الناس كيف نلعب على سنة وشيعة، واللي بيقولوا سنة وشيعة غير متدينين، يعني السنة اللي بتتكلم على هذا الموضوع مش متدينين، يعني ما هماش ماكلهم دينهم على أو قلبهم على السنة، ولكنهم حلفاء للغرب، والغرب يريد أن يفسخ بين السنة والشيعة. لو فكركم أنتم الفكر هذا الإسلامي اللي بتكلم فيه موجود في المغرب في الفترة السابقة، كان تكلمنا عن الصحراء الغربية. إيش الصحراء الغربية؟ بتنفصل؟ بدها تصير دولة؟ يعني إذا تصير دولة زي السودان ما صارت دولة تنفصل عن مين؟ ما هي هذه الأرض هذه كله إلنا، هذه الأرض كلها لنا، بس تعال نقسم المقسم ونجزئ المجزئ ونلعب هذه اللعبة. ولذلك إذا بدأنا في القيادات نعي أننا جزء من كل، وأن الذي يحدث إنما يحدث في إطار هذه اللعبة. يعني أنا جاي بعمل حفلة كبيرة، حفلة عرس، هذا بيشرب شاي وهذا بيشرب قهوة وهذا بيغني وهذا بيرقص وهذا بيسلم، كله في إطار الحفلة، كله في إطار الحفلة. حفلتنا نحن قادمة من مشارق الدنيا إلى مغاربها، فيها الإنسان مكرم، فيها الأرض لا يمكن أن نتركها تحتل، فيها عقيدتنا لا يستفتى عليها، وفيها مقدساتنا لا يجب أن تمس. هذه هي رؤيتنا في هذا الإطار. بتيجوا معلش دوشتكم، لكن يعني